هل فكرتِ يوماً إن أقرب شخص ليكِ ممكن يكون هو أكتر حد بيبعدِك عن نفسِك من غير ما يقصد؟ مش لأن العلاقة فاشلة، بل لأنِك دخلتيها بفكرة غلط من البداية. فكرة إن الحب لوحده كفاية، إن مجرد إنكم بتحبوا بعض يعني كل حاجة هتمشي. بس الغريب إن أغلب العلاقات ما بتنهارش وهي فاضية، بتنهار وهي مليانة حب، مليانة مشاعر، ومليانة نوايا طيبة. ومع ذلك بتتعب، بتختنق، وبتنطفئ واحدة واحدة، لأن في حاجة أعمق من الحب محدش اتعلمها، محدش شرحها لنا، ومحدش قال لنا إن الحب من غير طريقة عيش بيبقى مجرد شعور جميل، لكنه هش، سهل يتكسر قدام أول اختلاف حقيقي. انت ممكن تحبي حد جدا ومع ذلك تحسي إنك مش مرتاحة. ممكن تكونوا قريبين جدا ومع ذلك جواكي مسافة غريبة مش عارفة تفسريها. ممكن تقولي لنفسك أنا بحبه، طب ليه متضايقة؟ ليه حاسة إني تايهة؟ هنا بالظبط بيبدأ السؤال اللي جاك سالومي بيحاول يفككه في كتابه جامي سول أنسامبل. إزاي نعيش مع بعض من غير ما نضيع نفسنا؟ إزاي العلاقة تبقى إضافة مش عبء خفي؟ لأن المشكلة مش إنكم بتحبوا بعض، المشكلة إنكم داخلين العلاقة بفكرة إن الحب كفاية، وكأن الحب مهارة جاهزة، وكأننا بنتولد عارفين نحب صح، بينما الواقع مختلف تماماً. الحب إحساس، لكن العيش مع شخص تاني مهارة. مهارة محتاجة وعي، محتاجة فهم، محتاجة شغل حقيقي على نفسك قبل ما يكون على العلاقة. لأنك مش بتدخلي العلاقة لوحدك، بتدخلي بتوقعاتك، بجروحك القديمة، بتصوراتك عن الحب اللي خدتيها من أهلك، من أفلام، من تجارب سابقة، وبتحطي كل ده قدام شخص تاني وتستني منه يفهمك، يحتويكي، ويكملك من غير ما تكوني حتى فاهمة نفسك كويس. وهنا بيحصل أول اصطدام، لأنك مش بتشوفي الشخص اللي قدامك زي ما هو، انت بتشوفيه من خلال عدسة جواكي، عدسة مليانة أفكار جاهزة. الشريك المفروض يعمل كذا، الحب الحقيقي شكله كذا، لو بيحبني هيتصرف كذا. وكل ما الواقع يخرج عن الصورة دي بتحسي بخيبة، مش لأن الشخص غلط، بل لأن الصورة اللي جواكي ما اتحققتش. وبدل ما تسألي نفسك أنا كنت متخيلة إيه، تبدأي تسألي هو ليه اتغير؟ مع إن الحقيقة إن ممكن يكون ما اتغيرش أصلاً، انت بس بدأتي تشوفيه بوضوح أكتر. وده بيخلينا نعيد تعريف نقطة البداية. العلاقة مش مكان نحقق فيه أحلامنا عن الحب، العلاقة مساحة نكتشف فيها نفسنا والآخر. بس الاكتشاف ده مش سهل، لأنه بيكشف حاجات مش دايماً مريحة. بيكشف إنك ممكن تكوني بتطلبي من الآخر يعوض نقص جواكي، بيكشف إنك ممكن تكوني بتخافي من الوحدة لدرجة تخليكي تتمسكي بعلاقة حتى لو مش مريحة. بيكشف إنك أحياناً بتحبي الإحساس بالحب أكتر من الشخص نفسه. وهنا بتظهر فجوة خطيرة، فجوة بين اللي انت حساه واللي انت عايشاه فعلياً، فجوة بتكبر مع الوقت لو ما تفهمتش. لأن الحب في بدايته بيغطي على كل حاجة، بيخليكي تتجاهلي اختلافات، تسكتي عن حاجات، تبرري تصرفات. لكن مع الوقت الغطا ده بيقع، وتبدأ التفاصيل الصغيرة تبان، طريقة الكلام، أسلوب التعامل، الاحتياجات المختلفة، وكل حاجة ما كانتش واضحة في الأول بتظهر مرة واحدة. ووقتها ناس كتير بتفتكر إن المشكلة إن الحب اختفى، لكن في الحقيقة الحب ما اختفاش، هو بس بقى غير كفاية لوحده. لأن اللي محتاج يحصل دلوقتي مش شعور أكتر، بل فهم أعمق، فهم إن العلاقة مش مجرد إحساس، بل نظام، في توازن، في حدود، في مساحات، في اختلافات، محتاجة إدارة واعية. ولو ما حصلش ده، العلاقة بتتحول من مصدر راحة لمصدر ضغط، من مساحة أمان لساحة صراع صامت، وكل طرف يبدأ يحس إنه مش مفهوم، أو إنه بيقدم أكتر مما بياخد، أو إنه بيختفي جوه العلاقة. وده يقودنا لنقطة مهمة جداً، إحنا ما بنتعلمش إزاي نحب، بنتعلم إزاي نحلم بالحب. وفرق كبير بين الاتنين، لأن الحلم بيخليكي تتوقعي، لكن الحب الحقيقي بيحتاجك تتعاملي مع الواقع، والواقع دايماً فيه اختلاف، فيه احتكاك، فيه لحظات مش مثالية. وهنا بيجي الاختبار الحقيقي، مش هل بتحبوا بعض، بل هل تعرفوا تعيشوا مع بعض رغم الاختلاف؟ هل تعرفوا تقربوا من غير ما تخنقوا بعض؟ هل تعرفوا تحافظوا على نفسكم وانتوا جوه العلاقة؟ لأننا لسه ما دخلناش للعمق الحقيقي للمشكلة، احنا بس بدأنا نشوف السطح، السطح اللي بيقول إن الحب كفاية، لكن العمق بيقول حاجة تانية خالص، بيقول إننا مش بس بنحب الأشخاص، احنا بنحب صورهم. هنفكك النقطة دي، وهنكتشف إزاي بالصورة اللي في دماغك ممكن تكون هي السبب في كل الإحباط اللي بتحسيه من غير ما تاخدي بالك.
فاسألي نفسك قبل ما نكمل، أنت بتحبي الشخص اللي معاكي فعلاً ولا بتحبي النسخة اللي كنت متخيلاها عنه؟ انت متأكدة انك شفتي الشخص اللي قدامك فعلا؟ ولا انت كنتي طول الوقت بتشوفيه من خلال فيلم شغال في دماغك؟ لأن أغلب الناس ما بتقعش في حب شخص، بتقع في حب صورة اتكونت من احتياجاتها، من نقصها، من تجاربها، من أفلام شافتها، من قصص سمعتها. ولما يقابلوا حد قريب من الصورة دي يحصل الانجذاب، مش لأنهم عرفوا الشخص، لكن لأنهم حسوا إن الصورة لقت جسم تمشي عليه. وده بيخلينا نطرح سؤال مزعج شوية: هو أنت كنتي بتحبي مين بالظبط؟ الشخص ولا الفكرة اللي عنه؟ جاك سالومي بيلفت النظر لنقطة دقيقة جداً، إننا كتيراً ما نخترع حبنا قبل ما نعيشه. يعني أنتِ ما بتدخليش العلاقة فاضية، أنتِ داخلة ومعاكي سيناريو، دور مكتوب وتوقعات جاهزة، وبتدي للشخص اللي قدامك الدور ده من غير ما تاخدي إذنه. وبتبدأ العلاقة كأنها تمثيلية، كل حاجة فيها ماشية كويس، لأن الطرف التاني لسه بيحاول يقدم أفضل نسخة منه، وأنتِ كمان. لكن مع الوقت التمثيل بيقل والإنسان الحقيقي بيظهر. هنا بيبدأ أول احتكاك حقيقي، لأن الصورة اللي في دماغك بتبدأ تتكسر، مش مرة واحدة لكن على مراحل. موقف صغير هنا، تصرف مش متوقع هناك، كلمة مش على مزاجك، ومع كل تفصيلة الفجوة بين هو مين وأنا كنت متخيلاه إيه بتكبر. المشكلة إن أغلب الناس ما بتفهمش اللي بيحصل، فبدل ما تقولي أنا كنت متخيلة حاجة غير الواقع، تبدأي تقولي أنت تغيرت، مع إن الحقيقة في أوقات كتير إن الشخص ما تغيرش، أنت بس بدأتي تشوفيه بوضوح أكتر. وده مؤلم، لأنك مش بس بتخسري توقع، أنت بتحسي إنك اتخدعتي، مع إن اللي حصل ببساطة إنك كنتي شايفة من زاوية واحدة. وده بيخلق نوع خطير من التوتر داخل العلاقة، توتر صامت. كل طرف حاسس إن التاني مش زي ما كان، وكل واحد فيهم عايز يرجع الصورة القديمة، الصورة المثالية اللي عمرها ما كانت حقيقية بالكامل. وهنا بيبدأ الضغط، ضغط إنك تكوني نسخة معينة، ضغط إنك تلبي توقعات مش بتاعتك، ضغط إنك تمثلي دور مش شبهك. ومع الوقت يا إما هتتمردي، يا إما هتتعبي، يا إما هتنسحبي. وفي كل الحالات العلاقة بتبدأ تفقد صدقها، لأنك ما بقيتيش بتتعاملي مع إنسان، أنت بتتعاملي مع مشروع تعديل. وكل تصرف بيبقى كأنه اختبار، هل ده مطابق للصورة ولا لأ؟ ولو لأ يبقى في مشكلة. وده بيخلي العلاقة تتحول من مساحة تعارف لمساحة تقييم مستمر. وده مرهق جدا، لأن مفيش إنسان يقدر يعيش وهو طول الوقت تحت حكم غير معلن. وهنا بيظهر جانب تاني أعمق، إنك مش بس بتفرضي صورة على اللي قدامك، أنت كمان بتحاولي تحافظي على الصورة اللي هو متخيلها عنك. يعني العلاقة بتتحول لحاجة غريبة، اتنين بيحاولوا يكونوا نسخ مش حقيقية عشان يفضلوا مقبولين. وده بيخلي القرب نفسه يبقى مزيف شوية، لأن القرب الحقيقي محتاج صدق، محتاج تظهري زي ما انتي، بحاجاتك الحلوة وبعيوبك، بتناقضاتك. لكن طول ما العلاقة مبنية على صور مش على واقع، القرب هيبقى محدود، في جزء دايما مستخبي، جزء خايف يبان. وده بيخلق إحساس غريب، إنك قريبة لكن مش متشافة بالكامل. وده من أكتر الحاجات اللي بتتعب الناس في العلاقات، الإحساس إنك موجودة لكن مش مفهومة، بتحبي لكن مش متقابلة زي ما انتي. وده بيخلينا نوصل لنقطة حاسمة، إن الحب الحقيقي ما بيبدأش لما تلاقي الشخص المناسب. الحب الحقيقي بيبدأ لما تقبلي تشوفي الشخص زي ما هو، من غير فلترة، من غير محاولة تعديله، من غير ضغط إنه يبقى حاجة تانية. بس ده مش سهل، لأن قبول الآخر بيستلزم إنك تتخلي عن جزء من خيالك، عن الراحة اللي كانت بتيجي من إن كل حاجة واضحة في دماغك، وتدخلي بدلها في مساحة فيها غموض، فيها اختلاف، فيها حاجات مش على مزاجك. وده بيخوف ناس كتير، فبيفضلوا متمسكين بالصورة حتى لو ده بيكلفهم العلاقة نفسها. وهنا بيجي السؤال اللي هيقلب المعادلة: لو احنا قبلنا إن الشخص مختلف وإن الصورة كانت وهم جزئي، نعمل إيه مع القرب؟ هل نقرب أكتر عشان نفهم بعض، ولا نبعد عشان نحافظ على نفسنا؟ لأن اللي بيحصل غالباً إننا لما بنكتشف الاختلاف بنحاول نقرب زيادة، نراقب أكتر، نتحكم أكتر، وكأننا بنحاول نرجع الصورة بالقوة. وده بالظبط اللي بيحول القرب لاختناق، وده اللي هنفهمه. فخليني أسيبك مع سؤال بسيط لكنه تقيل:
انتي لما بتتضايقي من تصرف الشخص اللي معاكي بتتضايقي منه فعلا ولا من إنه خرج عن الصورة اللي كنتي حطها له؟ قربتي من حد لدرجة إنك حسيتي إنك بدأتي تختفي؟ إنك بقيتي معاه طول الوقت، لكن جواكي إحساس غريب إنك مش مرتاحة، مش عارفة تتنفسي زي الأول. مش لأن الشخص وحش ولا لأن العلاقة فاشلة، لكن لأن في حاجة بتضغط عليكي من غير صوت، حاجة اسمها قرب من غير حدود. لأن اللي محدش بيقولهولك إن القرب مش دايماً راحة، أحياناً القرب بيبقى حمل لما يتحول من اختيار لالتزام، من مساحة مشتركة لسجن لطيف، من اهتمام لمراقبة، من حب لاحتياج تقيل. وهنا بيبدأ التحول اللي ناس كتير ما تاخدش بالها منه، التحول من أنا عايزة أكون معاك إلى أنا لازم أكون معاك، ومن أنا مهتمة بيك إلى أنا مركزة مع كل حاجة بتعملها، ومن إن إحنا قريبين إلى مفيش مسافة خالص. وغياب المسافة ده هو اللي بيبدأ يضغط على النفس، لأن الإنسان بطبيعته محتاج مساحتين، مساحة يشارك فيها ومساحة يرجع فيها لنفسه. ولما المساحة التانية تختفي يبدأ التوازن يحتل، وتظهر علامات غريبة: ملل بدون سبب واضح، عصبية على حاجات صغيرة، رغبة في البعد من غير ما تكوني فاهمة ليه، إحساس إنك عايزة تبقي لوحدك شوية لكن في نفس الوقت خايفة تزعلي اللي قدامك، أو يتحول طلبك لمسافة بسيطة لتفسير غلط: انتي بتبعدي، انتي اتغيرتي، هو أنا عملت حاجة؟ وهنا بيبدأ القرب يتحول لضغط نفسي، لأنك بقيتي مش حرة حتى في احتياجك للهدوء. وده بيخلق نوع من الصراع الداخلي، صراع بين رغبتك في الحفاظ على العلاقة ورغبتك في الحفاظ على نفسك. ومع الوقت لو الصراع ده ما اتحلش، يا إما هتختاري العلاقة وتخسري نفسك تدريجياً، يا إما هتختاري نفسك وتبعدي. لكن قليل جداً اللي بيعرف يلاقي طريق تالت، طريق يحافظ فيه على الاتنين. لأن المشكلة مش في القرب نفسه، المشكلة في شكل القرب. القرب اللي بيطلب إنك تندمجي بالكامل ده بيبقى مرهق، لأنه بيطلب منك تتنازلي عن جزء من استقلالك، عن وقتك الخاص، عن اهتماماتك، عن هدوءك. وكل ده بيبدأ يحصل بشكل تدريجي من غير ما تاخدي بالك. الأول تبقي مبسوطة إنكم مع بعض طول الوقت، بعد كده تبدأي تحسي إن مفيش وقت لنفسك، بعد كده تبدأي تشتاقي للوحدة، وبعدها تبدأي تتضايقي، وبعدها ممكن تبدأي تبعدي فجأة. وده بيخلي الطرف التاني يتلخبط، لأنه شايف إن كل حاجة كانت تمام ومش فاهم إيه اللي حصل. والحقيقة إن اللي حصل مش مفاجئ، هو كان بيتراكم، لأن العلاقة ما كانش فيها توازن، ما كانش فيها مسافة صحية. وكل ما العلاقة بتقرب زيادة عن اللزوم، كل ما النفس بتبدأ تدافع عن نفسها بطريقتها، ممكن تبعد، ممكن تقفل، ممكن تبقى باردة، مش لأنها بطلت تحب، لكن لأنها محتاجة ترجع لنفسها. وهنا لازم نفهم نقطة مهمة جداً، إن الاحتياج للمسافة مش علامة ضعف ولا دليل على إن الحب قل، بالعكس، أحياناً هو الطريقة الوحيدة اللي بيحاول بيها الإنسان يحافظ على حبه، لأنه لو فضل مضغوط هيبدأ يتخنق، ولو اتخنق ممكن يطفي. وده بيخلينا نعيد تعريف فكرة نكون مع بعض، لأن كونكم مع بعض مش معناه تبقوا ملتصقين طول الوقت، مش معناه تعرفوا كل تفصيلة في حياة بعض، مش معناه تلغوا أي مساحة فردية. العلاقة الصحية فيها نوع من الذكاء، ذكاء في المسافة، تعرفي إمتى تقربي وإمتى تسيبي مساحة، تعرفي إن اللي قدامك محتاج وقت لنفسه، مش لأنه بيبعد عنك، لكن لأنه بيرجع لنفسه عشان يقدر يكمل معاكي. وده محتاج ثقة، لأن من غير ثقة أي مسافة هتتفهم كتهديد، وأي هدوء هيتفسر كبرود، وأي احتياج للوحدة هيتحول لاتهام. وده اللي بيخلي ناس كتير تفضل في علاقات قريبة جدا لكن متوترة جدا، لأنهم خايفين يسيبوا مساحة، خايفين من الفراغ، خايفين من فكرة إن التاني ممكن يختار نفسه. لكن المفارقة إن عدم ترك المسافة هو اللي بيخلي الشخص يهرب فعلا، مش عشان مش عايز العلاقة،
لكن عشان مش قادر يعيش من غير نفسه. وهنا بنوصل لفكرة محورية، إن العلاقة مش هدفها تملى فراغك بالكامل. العلاقة دورها تكمل مسارك، مش تستبدل ذاتك. وكل ما العلاقة حاولت تاخد مكان الذات، كل ما الضغط زاد، وكل ما الضغط زاد كل ما النفس بدأت تبحث عن مخرج بأي شكل. وده بيخلينا نرجع للسؤال الأساسي اللي بيلف حوالين الكتاب كله: إزاي نكون قريبين من غير ما نخنق بعض؟ إزاي نحب من غير ما نمتلك؟ إزاي نكون إحنا من غير ما نلغي أنا؟ السؤال ده مش بسيط، لأنه محتاج إعادة ترتيب للعلاقة كلها، مش بس تصرفات. محتاج فهم جديد، فهم إن في نوعين من القرب: قرب بنشتركه سوا، وقرب خاص بكل واحد فينا. ولو النوع التاني اختفى، النوع الأول هيتشوه. وده بالظبط اللي هنفهمه لما ندخل لأهم فكرة في الرحلة كلها، فكرة الحميمية المزدوجة، الفكرة اللي ممكن تغير شكل أي علاقة لو اتفهمت صح. فقبل ما نكمل، اسألي نفسك بصدق: انتي قريبة من اللي معاكي ولا محاصرة معاه؟ إيه اللي ممكن يحصل لو قلتلك إن العلاقة الناجحة مش محتاجة تقرب أكتر، بل محتاجة نوعين من القرب، مش نوع واحد؟ 2، واحد بينكم وواحد جوه كل واحد فيكم. ولو واحد منهم اختفى، التاني هيختل، حتى لو شكله من بره تمام. لأن أغلب الناس فاكرة إن الحل لما العلاقة تتوتر هو إننا نزود القرب، نتكلم أكتر، نقضي وقت أكتر، نشارك كل حاجة. لكن اللي بيحصل أحياناً إن الزيادة دي بتزود الضغط مش الراحة، لأن المشكلة مش في كمية القرب، المشكلة في شكله. جاك سالومي بيقدم فكرة بسيطة في شكلها لكن تقيلة في معناها: إن أي علاقة محتاجة حميمية مشتركة، وفي نفس الوقت حميمية شخصية، يعني في مساحة إحنا ومساحة أنا. ولو واحدة فيهم اتكلت على حساب التانية، التوازن كله بيقع، لأن إحنا من غير أنا بتتحول لذوبان، وأنا من غير إحنا بتتحول لعزلة. والعلاقة الحقيقية بتمشي بين الاتنين، مش على طرف واحد فيهم. خليني أبسطها لك: إحنا هي كل حاجة بتعملوها سوا، وقتكم، كلامكم، لحظاتكم المشتركة، القرارات اللي بتاخدوها كفريق، الإحساس إن في رابط بينكم، إن في حاجة بتجمعكم. لكن أنا هي اللي بيحصل بعيد عن كل ده: أفكارك الخاصة، وقتك لوحدك، اهتماماتك اللي مش لازم الطرف التاني يشاركك فيها، مساحتك النفسية اللي بترجعي فيها لنفسك، اللي بتفصلي فيها عن أي ضغط، حتى لو الضغط ده جاي من علاقة بتحبيها. المشكلة إن ناس كتير بتدخل العلاقة وهي شايفة إن أنا لازم تذوب في إحنا، وكأن الحب الحقيقي معناه إن مفيش حاجة اسمها فردية، كل حاجة تبقى مشتركة، كل حاجة تبقى معروفة، كل حاجة تبقى مفتوحة. وده في البداية بيبان جميل، إحساس قوي بالاندماج، بالقرب، بالاحتياج المتبادل. لكن مع الوقت الاندماج ده بيبدأ ياكل المساحة الشخصية، ومع غياب المساحة يبدأ يظهر إحساس خفي بالاختناق، مش لأن العلاقة غلط، لكنها بقت تاخد أكتر من طاقتها الطبيعية، لأن الإنسان محتاج يرجع لنفسه مش كرفاهية لكن كضرورة. ولما الرجوع ده يبقى صعب أو محرج أو متفسر غلط، بيبدأ التوتر. واحدة محتاجة تقعد لوحدها شوية، التاني يفهمها بعد. واحدة محتاجة تهدى، التاني يحس إنه تساب. وهنا إحنا تبدأ تتحول لحاجة تقيلة، لأن أنا مش لاقية مكان تعيش فيه. وده اللي بيخلي العلاقة تبقى فيها قرب ظاهري لكن جواها تعب، لأن القرب اللي من غير مسافة بيبقى شبه صوت عالي جدا، في الأول بيوصلك وبعد كده بيبدأ يوجعك. واللي بيخلي الفكرة دي صعبة إن كتير من الناس بيربطوا بين المسافة وبين فقدان الحب. يعني لو قلتي أنا محتاجة وقت لنفسي، ممكن تتفهم كأنك بتبعدي أو إنك مش مهتمة، مع إن الحقيقة ممكن تكون العكس، إنك بتحاولي تحافظي على توازنك عشان تقدري تفضلي موجودة في العلاقة بشكل صحي. لأن اللي ما عندهاش أنا واضحة هتبدأ تستخدم إحنا كتعويض، تعتمد عليها بشكل زائد، تطلب منها تملى كل فراغاتها. وده بيحط ضغط كبير جدا على العلاقة، لأنها بتتحول من مساحة مشاركة لمسؤولية تقيلة، مسؤولية إنها تعوض كل حاجة. ومع الوقت الضغط ده بيبان في طلبات كتير، في حساسية زايدة، في خوف من أي مسافة، في توتر مستمر، كأن العلاقة بقت هي المصدر الوحيد للأمان. وده خطر، لأن أي حاجة لما تبقى المصدر الوحيد بتبقى هشة. والعلاقة الصحية محتاجة توازن، محتاجة إن كل طرف يبقى له حياة، ليه مساحة، ليه عالم صغير بيرجع له، مش عشان يبعد لكن عشان يفضل قادر يقرب.
لأن القرب الحقيقي مش إنكم تبقوا مع بعض طول الوقت، القرب الحقيقي إنكم تختاروا بعض، مش لأن مفيش بديل، لكن لأن في مساحة تسمح بالاختيار. وهنا بتظهر قيمة الحميمية المزدوجة، إنها مش تقسيم بل تنظيم، مش بعد بل توازن، مش انفصال بل وعي. وده محتاج شغل، محتاج اتفاق ضمني إن كل واحدة ليها حق في مساحتها من غير ما تبرر ومن غير ما تخاف، ومحتاج ثقة إن المسافة مش تهديد بل جزء من الصحة، لأن من غيرها العلاقة بتتحول لعبء حتى لو كان فيها حب. وده بيخلينا ننتقل للسؤال العملي، طيب لو فهمنا إن في أنا وإحنا، نعمل إيه لما نحاول نتكلم عن ده ونلاقي الكلام نفسه بيجرح؟ لأن المشكلة مش بس في الفكرة، المشكلة في الطريقة اللي بنعبر بيها عنها. وده اللي هنفككه لما ندخل على أهم مهارة ممكن تنقذ أو تدمر أي علاقة، مهارة التواصل. فقبل ما نكمل، اسألي نفسك، أنت عايشة جوه العلاقة ولا عايشة جوه نفسك ومعاكي علاقة؟ ليه ممكن جملة واحدة تغير شكل العلاقة كلها؟ مش موقف ضخم، مجرد كلمة اتقالت بطريقة معينة وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. لأن المشكلة في العلاقات مش بس إحنا بنقول إيه، المشكلة إحنا بنقوله إزاي وبنقوله منين، من مكان جواكي واعي ولا من جرح قديم لسه مفتوح. لأن أغلب الكلام اللي بيجرح مش بيجي من اللحظة الحالية، بيجي من تراكمات، من إحساس إنك مش متشافة، إنك مش مسموعة، فبتتكلمي بس بدل ما تعبري بتهاجمي، وبدل ما تشرحي بتتهمي. وده بيخلي التواصل يتحول من وسيلة للتقرب لساحة دفاع، كل طرف فيها بيحاول يحمي نفسه مش يفهم التاني. جاك سالومي بيطرح فكرة دقيقة جداً، إن التواصل الحقيقي مش مجرد تبادل كلام، هو علاقة ثلاثية، أنا والآخر والعلاقة اللي بينا. يعني لما بتتكلمي أنت مش بس بتأثري في الشخص اللي قدامك، أنت كمان بتأثري في الرابط نفسه، في الجو العام، في الإحساس اللي بيجمعكم. وده بيخلي أي كلمة ليها وزن، لأن الكلمة ممكن تبني وممكن تكسر، ممكن تقرب وممكن تبعد. وخليني أقولك على الفرق اللي بيغير كل حاجة. الفرق بين إنك تتكلمي عن التاني وإنك تتكلمي من نفسك. لما تقولي أنت دايماً بتعمل كذا، أنت كده بتقدمي حكم، بتصنفي، بتحطي الشخص في قالب، وده بيخليه تلقائياً يدافع، يقفل أو يرد. لكن لما تقولي أنا اتضايقت لما حصل كذا، هنا أنت مش بتهاجمي، أنت بتكشفي، بتقولي إيه اللي حصل جواكي من غير ما تحولي التاني لخصم. وده بيفتح باب مختلف خالص، باب فيه فرصة للفهم مش للصراع. المشكلة إن ناس كتير بتفتكر إن الهجوم هو الطريقة الوحيدة عشان تتسمع، فتعلي صوتها، تشد كلامها، تستخدم كلمات قطعة دايماً. أبداً، أنت مش بتفهم. ومع كل كلمة بالشكل ده العلاقة بتتآكل شوية، لأن الطرف التاني مش بيسمع الرسالة، بيسمع الاتهام فيرد عليه، وتبدأ الحلقة، أنت تهاجمي هو يدافع، أنت تزودي هو يقفل، وفي الآخر الاتنين يحسوا إنهم مش مفهومين، مع إنهم كانوا بيحاولوا يقربوا بس بالطريقة الغلط. والتواصل مش بس في الكلمات، في التوقيت، في الحالة النفسية، في النبرة. ممكن تقولي نفس الجملة بطريقتين، واحدة تقرب واحدة تجرح، لأن اللي ورا الكلام هو اللي بيوصل، مش بس الكلام نفسه. ولو اللي ورا الكلام غضب مكبوت أو إحساس بالظلم أو خوف من الفقد، فحتى أبسط الجمل هتطلع مشحونة. وده بيخلي التواصل محتاج وعي، وعي إنك قبل ما تتكلمي تسألي نفسك، أنا عايزة أوصل إيه؟ أنا عايزة أفهم ولا أكسب؟ أنا عايزة أعبر ولا ألوم؟ لأن نيتك بتشكل طريقتك، وطريقتك بتحدد نتيجة كلامك. ومن الحاجات المهمة كمان إنك تسمعي مش بس تسكتي، لأن في فرق كبير بين إنك ساكتة وإنك حاضرة. السكون ممكن يكون انتظار لدورك في الرد، لكن الحضور هو إنك فعلاً بتحاولي تفهمي من غير ما تجهزي رد، من غير ما تفسري الكلام على مزاجك، من غير ما تدوري على غلطة تردي عليها. وده صعب لأنه محتاجك تهدي صوتك الداخلي شوية وتدي مساحة لصوت التاني، تسمعي مش بس كلماته لكن إحساسه، خوفه، احتياجه. لأن أوقات كتير اللي بيتقال مش هو الموضوع الحقيقي، اللي وراه هو الأهم. ممكن حد يقولك أنت مش بتسأل عليا، لكن اللي جواه أنا حاسس إني مش مهم.
وممكن حد يقول أنت مش بتقضي وقت معايا، لكن اللي جواه أنا خايف أبقى لوحدي. ولو أنت رديتي على الجملة مش على الشعور، هتفوتي المعنى الحقيقي وهتدخلي في نقاش سطحي بدل ما تلمسي العمق. وهنا بنوصل لنقطة دقيقة، إن التواصل مش بس نقل معلومات، هو نقل حالة. لو حالتك فيها اتهام هتوصلي اتهام، لو حالتك فيها صدق هتوصلي صدق، حتى لو الكلمات بسيطة، لأن الضعف لما بيتقال بصدق بيقوي العلاقة مش بيضعفها، لكن لما بيتغطى بهجوم بيهدها. ومع الوقت شكل التواصل بيبقى هو شكل العلاقة. لو التواصل فيه اتهام، العلاقة تبقى دفاع. لو فيه هدوء، العلاقة تبقى مساحة أمان. لو فيه صدق، العلاقة تبقى قريبة فعلاً. وهنا بيجي السؤال اللي هيقودنا للمرحلة الأعمق. طيب، لو اتعلمنا نتكلم من غير ما نهاجم، هل ده كفاية؟ هل المشكلة فعلاً في طريقة الكلام بس؟ ولا في حاجة أعمق، حاجة بتخلي حتى الكلام الهادي يبقى صعب أحياناً؟ لأن في لحظات حتى لو حاولتي تتكلمي بهدوء بتلاقي رد فعلك أكبر من الموقف، إحساسك أقوى من اللي حصل، وكأن اللي بيتحرك مش اللحظة الحالية بل حاجة أقدم، أعمق. وده بالظبط اللي هنفهمه لما ندخل على نقطة تقيلة جدا، فكرة إنك مش دايما بتتأثري باللي بيحصل، انت أحيانا بتتأثري باللي جواكي. فاسألي نفسك قبل ما نكمل، آخر مرة اتكلمتي فيها مع اللي بتحبيه كنت بتحاولي توصلي إحساسك ولا كنت بتحاولي تثبتي إنه غلط؟ عمرك حسيتي إن رد فعلك كان أكبر بكتير من اللي حصل؟ موقف بسيط، كلمة عادية، لكن جواكي حصلت عاصفة، زعل زيادة، غضب مش مفهوم، وكأن اللي اتلمس مش اللحظة بل حاجة أقدم بكتير. هنا بالظبط بيظهر الفرق اللي بيغير شكل العلاقة كلها، الفرق بين إنك تتأثري باللي قدامك وبين إنك تتأثري باللي جواكي. لأن في علاقات كتير الناس فاكرة إن الطرف التاني هو السبب المباشر لكل إحساس، ومع إن في جزء من ده حقيقي، لكن الجزء الأعمق إن اللي حصل بره لمس حاجة جواكي أصلاً موجودة. جاك سالومي بيركز على نقطة تقيلة شوية، إن كل واحدة فينا مسؤولة عن مشاعرها، مش بمعنى إننا نلوم نفسنا، لكن بمعنى إننا نفهم إن اللي بنحس بيه مش كله جاي من الطرف التاني. في جزء كبير جاي من تاريخنا، من تجارب قديمة، من جروح اتكونت قبل العلاقة دي أصلاً وفضلت مستنية لحظة تظهر. وده اللي بيخلي نفس التصرف ممكن يمر عادي مع شخص ويكون مؤلم جداً لشخص تاني، لأن اللي اتلمس مش واحد، اللي اتلمس جرح مختلف. خليني أوضحها لك بشكل أبسط. لما حد يتأخر عليكي ممكن تتضايقي شوية وخلاص، وممكن تحسي إنك مش مهمة، إنك متسابة. الفرق هنا مش في التأخير، الفرق في المعنى اللي أخدتيه جواكي. وده بيخلينا نخرج من فكرة هو عمل إيه لفكرة أعمق، أنا فهمت ده إزاي، ده لمس إيه جوايا. وده مش سهل، لأن أسهل حاجة إنك تدي المسؤولية كلها للي قدامك، تقولي هو السبب، هو اللي بدأ، هو اللي غلط. وده بيريحك مؤقتاً، لكنه بيخليكي تفضلي في نفس الدايرة، نفس الغضب، نفس الخلافات، لأنك ما بصيتيش على الجزء اللي جواكي، الجزء اللي بيكبر رد فعلك واللي بيخلي مواقف صغيرة تتحول لمشاكل كبيرة. وده ما معناش إن الطرف التاني معفي من المسؤولية، لأ، في تصرفات بتجرح فعلاً، في كلمات مؤذية، في إهمال، في تجاهل، لكن حتى في وجود ده رد فعلك ليه قصة، ليه جذور، ولو ما فهمتيهاش هتفضل تتكرر بنفس الشكل مع نفس الشخص أو مع غيره. وهنا بيجي التحول الحقيقي، لما تبدأي تقولي أنا اتأذيت بس عايز أفهم أنا اتأذيت ليه بالشكل ده. لما تبدأي تفصلي بين الحدث والتفسير، بين اللي حصل والمعنى اللي أخدتيه، لأن أحياناً التفسير بيكون أقصى من الحدث نفسه. وده اللي بيخلق فجوة كبيرة في التواصل، لأنك بتردي على تفسيرك مش على الواقع. وده بيخلي الطرف التاني مش فاهم انتي ليه متضايقة للدرجة دي، لأنه شايف اللي حصل من زاوية مختلفة. وده بيولد إحساس متبادل بعدم الفهم، لكن الحقيقة إن الصورة مش واحدة، كل واحدة شايفاها من خلال تجربتها، من خلال مخاوفها، من خلال احتياجاتها. وده بيخلي المسؤولية العاطفية مش معناها إنك تشيلي كل حاجة لوحدك، لكن معناها إنك تعترفي بدورك في اللي بتحسي بيه،
إنك ما تستخدميش الطرف التاني كشماعة لكل إحساس جواكي، وإنك في نفس الوقت ما تنكريش إن في حاجات حصلت فعلا واحتاجت تتقال. التوازن ده هو الصعب، إنك تقولي أنا اتأذيت من اللي حصل، وفي نفس الوقت أعترف إن في حاجة جوايا كبرت الإحساس ده. وده بيخلي كلامك مختلف، وده بيفتح باب مختلف خالص، باب فيه مسؤولية وفيه نضج وفيه فرصة للفهم الحقيقي، لأنك كده مش بترمي الحمل كله على التاني ولا بتشيليه كله لوحدك، انتي بتشاركيه وبتدعيه يفهمك مش يدافع عن نفسه. وده بيغير ديناميكية العلاقة، يخليها أقل صراع وأكتر وعي، أقل لوم وأكتر فهم، لكن في نفس الوقت بيطرح تحدي جديد، لأن لما كل واحدة تبدأ تتحمل جزء من مسؤوليتها وتعبر بشكل أهدى، هيجي وقت لازم يحصل فيه احتكاك مباشر، اختلاف واضح، موقف لازم يتقال فيه لأ، حدود لازم تتحط. وهنا السؤال اللي بيخاف منه ناس كتير: هل المواجهة هتبوظ العلاقة ولا هي جزء أساسي منها؟ لأن في ناس بتهرب من أي مواجهة، وناس بتدخلها كأنها حرب، لكن في طريق ثالث، طريق أدق، وده اللي هنفهمه لما نكتشف الفرق بين إنك تواجهي وإنك تهاجمي. فقبل ما نكمل، اسألي نفسك بصدق، آخر مرة اتضايقتي فيها كنتي بتتكلمي عن اللي حصل ولا عن اللي اتلمس جواكي؟ ليه أول ما الاختلاف يظهر ناس كتير يا إما تهرب يا إما تهاجم، كأن مفيش اختيار تالت، يا صمت يراكم وجع يا كلام يتحول لخناقة، مع إن العلاقة اللي ما فيهاش اختلاف مش علاقة، دي هدنة مؤقتة، لأن طول ما في شخصين مختلفين هيبقى في احتكاك، والسؤال مش إزاي نمنع الاحتكاك، السؤال إزاي نتعامل معاه من غير ما نكسر بعض. جاك سالومي بيفرق بين حاجتين بيبانوا شبه بعض لكن بينهم فرق كبير: المواجهة والمواجهة العدائية. الأولى بتقرب، التانية بتبعد. الأولى بتكشف، التانية بتجرح. الأولى بتقول أنا مختلفة معاك بس شايفاك، التانية بتقول أنت المشكلة ولازم تتغير. وده اللي بيخلي ناس كتير تخلط بينهم، فيخافوا من أي مواجهة لأن في ذهنهم معناها صراع، صوت عالي، توتر، فبيختاروا يتجنبوا، يسكتوا، يعدوا المواقف، يبلعوا الكلام، وكل مرة يقولوا مش مستاهلة، لحد ما الحاجات الصغيرة تتراكم وتبقى كتلة تقيلة جواهم، ومع أول شرارة تخرج مرة واحدة بشكل أكبر بكتير من الموقف، والطرف التاني يتفاجئ. إيه كل ده؟ مع إن اللي حصل مش فجأة، هو كان بيتجمع، لأن المواجهة ما حصلتش في وقتها. وعلى الناحية التانية في ناس بتدخل أي اختلاف كأنه معركة، لازم تكسب، لازم تثبت إنها صح، تعلي صوتها، تضغط، تستخدم كلمات تقيلة، تحاصر التاني، وكأن الهدف إنها تسيطر مش إنها تفهم. وده اللي بيخلي المواجهة تتحول لتهديد مش فرصة. كل واحدة فيها بتحاول تخرج بأقل خسائر مش بأكبر فهم، وده بيخلق دايرة مرهقة، يا إما كبت يا إما انفجار، ومفيش مساحة وسط. لكن المساحة دي موجودة، بس محتاجة وعي، محتاجة تفهمي إن المواجهة مش معناها هجوم، المواجهة معناها وضوح، إنك تقولي ده اللي يناسبني وده اللي مش مناسب، من غير ما تقللي من اللي قدامك، من غير ما تتهميه، من غير ما تحوليه لخصم. وده مش سهل، لأنه محتاجك تكوني ثابتة جواكي، عارفة حدودك، وعارفة إنك مش محتاجة تكسبي النقاش قد ما محتاجة توصلي إحساسك وتحافظي على نفسك. لأن جزء كبير من العنف في المواجهة بيجي من الخوف، خوف إنك ما تتسمعيش، خوف إنك تتفهمي غلط، خوف إنك تخسري العلاقة، فبتزودي، تضغطي، تهاجمي، كأنك بتقولي لازم أوصل بأي طريقة، لكن الطريقة نفسها بتبوظ الرسالة، لأن الطرف التاني لما يحس إنه مهدد هيقفل، يدافع أو يهاجم، وساعتها حتى لو كلامك فيه حق مش هيوصل. وده اللي بيخلي المواجهة الصحية محتاجة توازن دقيق، توازن بين إنك تعبري وإنك تحافظي على مساحة التاني، بين إنك تقولي لأ من غير ما تقولي أنت غلط، بين إنك توضحي حدودك من غير ما تفرضيها بالقوة. وخليني أديكي مثال بسيط، بدل ما تقولي أنت ما بتحترمش وقتي، تقدري تقولي لما بتتأخر أنا بحس إن وقتي مش مهم وده بيضايقني، أنا محتاجة إننا نكون أوضح في المواعيد،
الفرق هنا مش في الكلمات بس، الفرق في الإحساس اللي بيوصل، في الحالة اللي بتخلقها. الأولى بتتهم، التانية بتشرح. الأولى بتضغط، التانية بتدعو للفهم، وده بيغير شكل الرد. بدل ما التاني يدافع ممكن يسمع، بدل ما يهاجم ممكن يوضح. وده اللي بيخلي المواجهة مش نهاية هدوء، بل بداية فهم أعمق. لكن المواجهة الصحية مش بس طريقة كلام، هي كمان توقيت. ما ينفعش تواجهي وانتي في قمة غضبك، لأنك ساعتها مش بتعبري، انتي بتفرغي، ومفيش حد هيستقبل ده بشكل هادي. ولازم كمان تكوني مستعدة تسمعي، لأن المواجهة مش خطبة، هي حوار. لو انتي بس بتتكلمي ورافضة تسمعي، يبقى ده مش مواجهة، ده فرض، والعلاقة مش هتستحمل ده كتير. ومع الوقت شكل المواجهة بيحدد شكل العلاقة. لو المواجهة فيها احترام، العلاقة تقوى. لو فيها إهانة، العلاقة تضعف. لو فيها وضوح، العلاقة تبقى أهدى. لو فيها تهديد، العلاقة تبقى متوترة. وده اللي بيخلي المواجهة مش حاجة نخاف منها، لكنها حاجة نتعلمها، لأن من غيرها يا إما هنعيش في صمت تقيل، يا إما في صراع مستمر. لكن لما تتعامل صح، بتبقى أداة تنظف العلاقة، تشيل التراكمات، تخلي كل واحدة ظاهرة بوضوح من غير أقنعة. وده بيقودنا للخطوة اللي بعدها، لأن بعد ما نتعلم نقرب من غير اختناق، ونتكلم من غير جرح، ونواجه من غير حرب، بيجي السؤال الأكبر: هل العلاقة دي بتكبرنا فعلاً ولا بتستنزفنا على مهل؟ لأن في علاقات بتخليك أحسن، وفي علاقات بتاخد منك أكتر ما بتديك. وده اللي هنفهمه لما نكشف الفرق بين علاقة بتغذيك وعلاقة بتستهلكك. فقبل ما نكمل، اسألي نفسك بصدق: انتي بتتجنبي المواجهة عشان تحافظي على العلاقة، ولا بتتجنبيها عشان خايفة تخسري نفسك جواها؟ ليه في علاقات بتخليكي تحسي إنك بتكبري، وعلاقات تانية بتحسسك إنك بتتأكلي واحدة واحدة؟ نفس الحب، نفس البداية، لكن النتيجة مختلفة تماماً. لأن العلاقة مش مجرد وجود شخص جنبك، العلاقة بيئة، يا إما بتغذيكي، يا إما بتستهلكك، يا إما بتفتحك على نفسك، يا إما بتقفل عليكي. والمشكلة إن الاستنزاف مش دايماً بيجي بشكل واضح، أحياناً بيجي بهدوء من غير صوت، لحد ما تكتشفي إنك بقيتي أخف، مش بمعنى الراحة، لكن بمعنى إن جزء منك اختفى. جزء كان بيحب حاجة معينة، جزء كان عنده شغف، جزء كان بيهدى لوحده، وبقى كل ده أقل لأن العلاقة أخدت مكان أكبر من حجمها الطبيعي. جاك سالومي بيتكلم عن فكرة مهمة، إن العلاقة مش هدفها بس إنها تفضل موجودة، هدفها إنها تبقى مساحة نمو متبادل. يعني كل واحدة فيكم تطلع من العلاقة وهي أقرب لنفسها، مش أبعد، أقوى من جوه مش أضعف، أوضح مش مشوشة. لأن في فرق كبير بين إنك تبقي في علاقة وإن العلاقة تكون بتضيف لك. ممكن تفضلي سنين مع حد بس العلاقة نفسها واقفة، مفيش تطور، مفيش فهم أعمق، نفس المشاكل، نفس الدوائع، نفس الخلافات، كأنكم بتلفوا في مكانكم. وده بيخلق نوع من التعب البطيء، مش انفجار، لكن استنزاف مستمر. وده بيحصل لما العلاقة تتحول من مساحة نمو لمساحة استهلاك. أنا بضيف إيه؟ أنا بخلي العلاقة دي أحسن إزاي؟ لأن العلاقة مش بس اللي بتاخديه، هي كمان اللي بتشاركيه واللي بتبنيه واللي بتكبريه. ولو ده مش بيحصل، العلاقة هتفضل تاخد من نفس الرصيد لحد ما يخلص. وفي نقطة تانية دقيقة، إن في علاقات بتخليكي تصغري عشان تفضلي ماشية فيها. يعني تلاقي نفسك بتقللي من نفسك، بتسكتي عن حاجات مهمة، بتتنازلي عن قيم، مش عشان ده اختيار واعي، لكن عشان تحافظي على الهدوء، عشان ما تزعليش التاني، عشان العلاقة تفضل مكملة. لكن كل تنازل من النوع ده بيجي على حسابك، على حساب وضوحك، على حساب احترامك لنفسك. ومع الوقت التنازلات الصغيرة بتتراكم وتعمل فجوة جواكي، فجوة بين انتي مين وبين انتي بقيتي ايه. وده بيخلق إحساس تقيل، إحساس إنك موجودة لكن مش مرتاحة، إنك بتحبي لكن مش متوازنة. وده بيخلي العلاقة تبقى عبء حتى لو فيها لحظات حلوة، لأن الراحة مش بس في اللحظات، الراحة في الشعور العام،
إنك قادرة تكوني نفسك من غير خوف، من غير ضغط، من غير ما تحسي إنك محتاجة تمثلي أو تثبتي حاجة طول الوقت. والعلاقة اللي فيها نمو بتديكي مساحة للتغيير، بتشجعك تبقي أحسن من غير ما تحسي إنك مرفوضة زي ما انتي، بتسمحلك تغلطي وتتعلمي وتعبري وتختلفي من غير ما العلاقة تهتز كل مرة. وده محتاج نوع من الأمان، أمان يخليكي تجربي، تخاطري، تظهري جوانب جديدة منك من غير ما تخافي إن ده هيهدد وجودك في العلاقة. لأن في علاقات أي اختلاف صغير فيها بيبقى كأنه تهديد، أي تغيير، أي رأي مختلف بيقابل بتوتر، وده بيخلي الشخص يفضل يثبت، ما يتغيرش، يفضل في نسخة محدودة منه عشان يحافظ على العلاقة. وده عكس النمو تماماً، لأن النمو محتاج مساحة، محتاج تقبل، محتاج إن العلاقة تبقى مرنة مش هشة. وخليني أقولك علامة بسيطة، لو العلاقة بتخليكي أقرب لنفسك تبقى دي علاقة بتغذيكي، لو بتخليكي تبعدي عن نفسك حتى لو ببطء تبقى دي علاقة بتستنزفك. ولو سأفتي نفسك أنا بقيت أحسن ولا أسوأ، أوضح ولا مشوشة، أهدى ولا متوترة، هتعرفي الإجابة. وده ما معناهاش إن العلاقة المثالية ما فيهاش تعب، لأ، أي علاقة فيها تحديات، فيها لحظات صعبة، لكن الفرق إن التحديات دي بتخليكم تتعلموا، تتطوروا، تقربوا بشكل أعمق، مش إنها تكرركم وتحبسكم في نفس النقطة. وهنا بيجي السؤال اللي بيكمل الرحلة، لو العلاقة محتاجة نمو ومحتاجة وعي ومحتاجة شغل مستمر، ليه ناس كتير بتدخلها بنية صافية ومع ذلك بتفشل؟ هل المشكلة في النية ولا في حاجة تانية خالص؟ وده اللي هنفهمه لما نكشف إن النية لوحدها مش كفاية، وإن الحب من غير مهارة ممكن يضيع. فقبل ما نكمل اسألي نفسك بصدق، العلاقة اللي انت فيها بتكبرك ولا بتستهلكك بهدوء؟ إزاي ممكن اتنين بيحبوا بعض بصدق ومع ذلك يوصلوا لنفس النهاية، نفس الخلافات، نفس التعب، نفس الإحساس إن في حاجة بتتكرر ومش بتتغير، مع إن النية من البداية كانت كويسة؟ كل واحدة داخلة عايزة العلاقة تنجح، عايزة تدي، عايزة تكمل. لكن اللي بيحصل بعد كده بيخلي السؤال يفرض نفسه، ليه النية لوحدها مش بتكفي؟ لأن في فرق كبير بين إنك تبقي عايزة الخير وإنك تبقي عارفة تعمليه إزاي. وده الفرق اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، لأننا اتربينا إن الحب إحساس، وإن طالما الإحساس موجود يبقى الباقي هيجي لوحده. لكن اللي بيظهر مع الوقت إن الحب محتاج مهارات، محتاج وعي، محتاج إنك تتعلمي إزاي تتعاملي مع نفسك قبل ما تتعاملي مع اللي قدامك. لأنك ممكن تكوني بتحبي لكن بتغلطي في التعبير، بتخافي فتبعدي أو تتمسكي زيادة، بتتأذي فتهاجمي أو تسكتي. وده بيخلي نيتك الطيبة توصل بشكل مؤذي، لأن اللي بيوصل مش النية، اللي بيوصل هو السلوك، هو الطريقة، هو الأسلوب. وده بيخلق مفارقة مؤلمة، إنك تكوني عايزة تقربي لكن تصرفاتك تبعد، عايزة تحافظي لكن طريقتك تجرح. وده بيخلي الطرف التاني يحس بحاجة غير اللي انتي قصداها. ومع تكرار ده تبدأ الثقة تهتز، مش لأن الحب اختفى، لكن لأن التجربة بقت مرهقة. وده بيخلي ناس كتير تقول إحنا حاولنا لكن ما نفعش، مع إن الحقيقة إن المحاولة كانت موجودة لكن الأدوات كانت ناقصة. لأن العلاقة مش بس مشاعر، العلاقة نظام، فيها توازنات، فيها حدود، فيها تواصل، فيها فهم للاختلاف، فيها قدرة على إنك تشوفي نفسك وتشوفي التاني وتشوفي العلاقة نفسها. وده مش بيجي لوحده، ده بيتبني، بيتعلم، بيتطور. ومع كل موقف ومع كل اختلاف، لأن في علاقات كتير بتفشل مش بسبب مشكلة واحدة كبيرة، لكن بسبب تكرار نفس الأخطاء الصغيرة، نفس سوء الفهم، نفس ردود الفعل، كأن في حلقة بتلف وكل مرة بتبدأ من الأول، من غير ما حد يقف ويسأل إحنا بنكرر إيه؟ إحنا مش فاهمين إيه؟ وده بيخلي العلاقة تبقى زي طريق ماشيين فيه لكن مش عارفين هو رايح على فين. وكل ما يحصل تعب يتغطى بحاجات مؤقتة، شوية هدوء، شوية تنازل، شوية تجاهل، لكن الجذر الحقيقي ما بيتلمسش. وده اللي بيخلي التعب يرجع تاني بنفس الشكل أو بشكل أقوى. وهنا بيجي دور الوعي. الوعي إنك تشوفي النمط مش بس الموقف،
إنك تفهمي إن اللي بيتكرر محتاج يتفهم مش يتعدى، وده محتاج شجاعة إنك تبصي لنفسك مش بس للتاني، إنك تسألي أنا بعمل إيه بيصعب العلاقة؟ أنا برد إزاي؟ أنا بتعامل مع الخلاف إزاي؟ لأن أسهل حاجة إنك تشوفي أخطاء التاني، لكن الأصعب والأهم إنك تشوفي نفسك بوضوح من غير تبرير، من غير دفاع. وده مش معناه إنك تشيلي كل اللوم، لكن معناه إنك تتحملي دورك، لأن العلاقة دايماً فيها طرفين، وكل طرف له تأثير حتى لو بدرجات مختلفة. واللي بيفرق مش مين الغلطانة، اللي بيفرق مين مستعدة تفهم وتتغير، لأن العلاقة اللي ما فيهاش تطور بتقف، واللي بتقف بتبدأ تضعف حتى لو ظاهرياً مكملة. وده بيخلي النية الطيبة محتاجة تتحول لشيء تاني، محتاجة تتحول لفعل واعي، لفهم، لتعلم، لأن الحب من غير مهارة ممكن يتعب صاحبته مش بس يريحها. وده يودينا للسؤال الأخير في الرحلة. بعد ما فهمنا كل ده، القرب، المسافة، التواصل، المسؤولية، المواجهة، النمو، إيه الشكل النهائي لعلاقة ناضجة؟ إزاي نعيش مع حد من غير ما نضيع نفسنا ولا نضيعه؟ وده اللي هنوصله في الحلقة الأخيرة، الحلقة اللي هنجمع فيها كل الخيوط ونشوف الصورة كاملة. فقبل ما نكمل، اسألي نفسك بصدق، انتي معتمدة على نيتك إن العلاقة تنجح، ولا بتشتغلي على نفسك عشان تعرفي تنجحيها فعلاً؟ طب بعد كل ده، هل فعلاً ينفع تعيشي مع حد وتفضلي نفسك؟ مش نسخة مخففة، مش نسخة معدلة، نفسك فعلاً؟ السؤال ده هو قلب الرحلة كلها، لأنك لو رجعتي لكل اللي فات هتلاقي إن المشكلة ما كانتش في الحب ولا في القرب ولا حتى في الاختلاف. المشكلة كانت في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع كل ده، كأننا داخلين العلاقة وإحنا فاكرين إن الحل إننا نبقى واحد، نفس التفكير، نفس الإحساس، نفس الرغبات. لكن اللي اكتشفناه إن المحاولة دي هي اللي بتبوظ التوازن، لأن العلاقة مش معمولة عشان تدمج شخصين في واحد، العلاقة معمولة عشان تبني حاجة تالتة، حاجة اسمها الرابط. الرابط ده ليه كيان مستقل، محتاج رعاية، محتاج وعي. وده بيخلي الفكرة الأساسية أبسط مما تبدو، لكن أعمق بكتير. إنك تحبي من غير ما تمتلكي، تقربي من غير ما تخنقي، تعبري من غير ما تجرحي، تواجهي من غير ما تحاربي، وتكوني نفسك من غير ما تخافي إن ده يهدد العلاقة. وده مش مثالية، ده توازن بيتبني كل يوم، في تفاصيل صغيرة، في طريقة كلام، في قرار إنك تسمعي بدل ما تردي، في لحظة تختاري فيها توضحي بدل ما تسكتي، في موقف تقولي فيه لأ بهدوء من غير ما تكسري اللي قدامك. لأن العلاقة الناضجة مش اللي ما فيهاش مشاكل، العلاقة الناضجة هي اللي بتعرف تتعامل مع مشاكلها من غير ما تدمر نفسها. وخليني أرجع معاكي لكل خيط ربطناه. بدأنا بفكرة إن الحب لوحده مش كفاية، وإننا بنحب أحياناً صور مش أشخاص. وبعدها شفنا إزاي القرب ممكن يتحول لاختناق لو مفيش مسافة، وتعلمنا إن في أنا وإحنا، وإن الاتنين لازم يعيشوا مع بعض مش على حساب بعض. ودخلنا في التواصل، وإزاي كلمة ممكن تقرب أو تبعد. وبعدها فهمنا إن مشاعرنا مش كلها جاية من اللي قدامنا، وإن في جزء جاي مننا. واتكلمنا عن المواجهة، وإزاي تبقى وضوح مش حرب. وبعدها شفنا إن العلاقة لازم تكون مساحة نمو مش استنزاف، وإن النية لوحدها ما تكفيش، لازم وعي، لازم مهارة. وكل ده بيصب في فكرة واحدة، إن العلاقة مش حاجة بتحصل وخلاص، العلاقة حاجة بتتعمل، بتتبني، بتتراجع، بتتظبط. وده محتاج اختيار مستمر، اختيار إنك تفضلي موجودة مش بس بجسمك، لكن بوعيك، باهتمامك، بصدقك. لأن أسهل حاجة إن العلاقة تكمل بشكل تلقائي، لكن أصعب حاجة والأهم إنها تكمل بشكل واعي. وهنا بيظهر الفرق بين 2 عايشين مع بعض و2 عايشين مع بعض بوعي. الأولانيين ممكن يكملوا سنين لكن جواهم مسافات، التانيين ممكن يختلفوا، يتعبوا، لكن بيرجعوا يقربوا بشكل أعمق، لأنهم فاهمين إن الاختلاف مش تهديد بل فرصة. وده بيخلي النهاية مش إجابة جاهزة بل دعوة إنك تعيدي النظر في علاقتك، مش بس بالشخص اللي معاكي لكن بنفسك، لأن أي علاقة هتكون على قد وعيك بنفسك
وعلى قد قدرتك إنك تكوني صادقة من غير خوف، واضحة من غير هجوم، حاضرة من غير ما تختفي. وده مش سهل، لكنه ممكن لما تبطلي تدوري على علاقة كاملة وتبدأي تبني علاقة واعية، علاقة فيها حياة، فيها حركة، فيها مساحة ليكي ومساحة للتاني ومساحة للرابط اللي بينكم. فقبل ما تسيبي الرحلة دي، خليني أسألك سؤال بسيط لكنه هيحدد كل حاجة بعد كده. انت عايزة علاقة تخليكي مرتاحة بس، ولا علاقة تخليكي حقيقية؟